أختها راحت منها في غمضة عين وفرح ابنها اتحول لعزة، ورغم الأزمات اللي عاشتها إلا إنها من أنجح وأشهر اليوتيوبرز اللي على السوشيال ميديا. يا ترى مين هي سمر سمير صاحبة بيج أسرار المطبخ مع سمر؟ إزاي اتشهرت؟ وهل فعلا كملت تعليمها وهي عندها 40 سنة؟ وإيه اللي حصل مع أختها؟ وإزاي سابتها ورحلت في يوم وليلة؟ كواليس ومفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. كان نفسها تدخل تمريض عسكري وما حصلش نصيب، ودخلت الجامعة وكملت تعليمها وهي عندها 40 سنة وعندها بدل الشقة 2 و3، وأختها رحلت في يوم وليلة. كلامنا هنا عن سمر سمير صاحبة بيج أسرار المطبخ مع سمر، واللي ما تعرفش المستحيل وقدرت تكمل تعليمها وهي كبيرة ودخلت جامعة مفتوحة. فيا ترى إيه حكايتها؟ سمر كان نفسها تدخل تمريض عسكري وعملت كل الاختبارات بس ما توفقتش، ودخلت ثانوي تجاري وبعدها ما اتقبلتش وحولت دبلوم صنايع واتخطبت في سنة 3 دبلوم صنايع، وكان قدامها حل يا تكمل تعليمها يا إما تتجوز وتأجل التعليم. أول ما اتجوزت في بيت عيلة اتلخمت وما عرفتش تكمل تعليمها وخلفت أول بيبي، وبعدها فتحت محل ملابس وما كملتش فيه ودخلت آداب علم نفس وهي عندها 40 سنة ونجحت فيه، وكل ده علشان هي عايزة يبقى معاها مؤهل عالي تعرف تفتح بيه قناتها على اليوتيوب. دخلت فعلا عالم الشهرة برجليها اليمين، وكانت دي الصدفة اللي حولت حياتها 180 درجة وبقى عندها متابعين بالملايين، وده كله لأنها شبه ستات البيوت المصرية وبتعمل كل حاجة بمنتهى البساطة، وده اللي حبب فيها المتابعين. سمر بتعشق الطبخ ومفيش مناسبة في العيلة إلا لما هي تكون الشيف بتاع البوفيه، وحطت القرش على القرش وفتحت مطعم واحد ستهم اللي كل البلوجرز والمشاهير بيحبوا ياكلوا عندها. وعلشان سمورة اسكندرانية وتربت في قلب الريف عملت المطعم كله أجواء ريفية عبارة عن قلة وطبلية والجلاليب الفلاحي، والأكل كله بلدي وبيتعمل بمزاج واختراعات كلها تحت إشراف الشيف سمر. أكلت سمر في المطعم عبارة عن طواجن أشكال وألوان، ومطعم سمر اتعمل على مساحة كبيرة جدا ومكون من أكتر من مكان أوبن إير وصالة، والصالة فيها اختيارين يا إما خيمة وقعدات عربي أو كراسي وترابيزات. المطعم مش ملك سمر بس ولكن معاها شركاء وهي فخورة بيهم، والبعض كان فاكر إنهم مش مصريين ولكن هي أكدت إن المطعم متأسس بأيادي مصرية 100%، وفاجأت الجمهور بشريكها وهو المهندس محمد فوزي صاحب وزمي آرت للديكور والتشطيبات، وطبعا هو مشهور جدا في اسكندرية وشطب لها شقتها هي وبلوجرز كتير زي سلمى وروان. مش بس كده، دي نقلت من بيت العيلة في اسكندرية لشقة تانية، وبعدها أخدت القرار ونقلت في 6 أكتوبر جنب المطعم بتاعها. سمر اتصدرت الترند خلال الساعات اللي فاتت، وزي ما بتعرض الحلو في حياتها ففي أزمة حصلت كسرت ظهرها وظهرت لابسة أسود في أسود، وبعد ما كانت فرحانة لابنها وعملت له وليمة وعزومة كبيرة علشان خطوبته، كل ده اتحول في يوم وليلة لعزا وعياط وانهيار. سمر بتحكي كواليس اللحظات الأخيرة لأختها وهي لابسة أسود في أسود ومش قادرة تصدق إن أختها اللي كانت معاها كويسة وزي الفل رحلت في غمضة عين وسابتها لوحدها. سمر منهارة ومش مصدقة إنها مش هتقابل أختها تاني ولا هتشوفها، وإن كل الحلو في حياتها يتقلب لنكد، وكان نفسها أختها تبقى معاها بس نصيبها كان لحد كده وربنا افتكرها، وبدل ما سمورة تلبس السواري علشان خاطر ابنها لبست أسود على أختها، وطلبت من كل اللي بيتابعوها يدعوا لأختها ويدعوا لها هي كمان بالصبر لأنها حاسة إن الحياة وقفت من بعد ما سابتها ورحلت.